الزمالك طبعا ومدن سبورت 2-1 للزمالك. يعني اعتقد انها سهله اهي، يعني الموضوع ما كانش صعب يعني 4-2-3-1. عبد الله السعيد 8 وناصر ماهر 10 والوينجين شكوبانزا شمال واخوان الفينا البرازيلي يمين. بس مش عارف هما جابوه منين اخوان ده يعني لعيب جامد قوي يعني بصراحه. يعني وينج، ده وينج، ده تقول عليه وينج. يعني ده بيعمل مهام الوينج، 1 على 1 1 على 2 1 على 3 1 على 10 شغال، ما عندوش مشكله. ده وينج. ويا ريت بقى يعني ايه الناس تخلي بالها بس من الراجل ده بالذات، تحافظ عليه. يعني عشان انا حاسس ان هو ممكن يعني في يناير ما يكملش. يعني في لجنه من الاهلي قاعده دلوقتي بتدرس ازاي الراجل ده يمشي من الزمالك. فخلي بالك، حافظ على لعيبتك من دلوقتي اهو. وانا ما اعتقدش يعني يا يناير يا اخر الموسم مش هتلاقي، يعني مش هتلاقيه بعد كده. ولكن الطريقه اللي انت لعبت بيها ديت ماشي. انت يعني استحواذك ما كانش احسن حاجه، نفس طريقه جوميز اول ما جه. بس استحواذك ما كانش، انا ما عنديش بقى مشكله، ما عنديش مشكله تلعب بخطه جوميز، تلعب بخطه حسن شحاته، تلعب بخطه الجوهري في التسعينات 6-5. ما عنديش مشكله. المهم الاستحواذ واللعب الايجابي قدام يجي بعد كده. انا ما يعني والمجموعه اللي نزلت تغييرات برضو اللي انت عملتها، اللعيبه اللي نزلت هي طبعا مش زي اللي انت ابتديت بيه، يعني هي التشكيله الاساسيه افضل يعني. لكن مع الوقت اللعيبه دي هتبقى يعني هتيجي مع اللعب الجماعي، وخصوصا اللعب الجماعي، عشان في بعض الانانيه في اللعب النهارده يعني نوعا ما كتير يعني. فيا ريت نركز شويه على اللعب الجماعي، هيبقى افضل يعني.